في ألمانيا هنا لو أي حد بيتمشى في بارك زي دي في جاردن كبيرة كده، بيحصل أحيانا إن حيوانات بتضيع من أصحابها، بيحصل أحيانا الناس بيضيع منها حاجات، فبيحطوا الإعلانات بتاعتهم على عواميد النور زي عمود النور اللي هو ده، فبيلزقوا عليه منشورات. فاحنا ماشيين دلوقتي لقينا حاجة عايزة أوريها لكم. فصاحبة الورقة دي بتقول إن في سلسلة دهب ضاعت منها، وكانت جاية لها يعني هدية في عيد ميلادها 30 من أهلها، فهي يعني نداء لأصحاب القلوب الرحيمة اللي لقاها يرجعها، وهتديله مقابل كده 100 يورو، وحتى رقم تليفونها ورقم الواتس بتاعها. في ألمانيا في حاجات كتير بتروح وبترجع، يعني في حاجات ممكن تضيع منك وتلاقيها، بس للأسف مش دايما، وخصوصا لو حاجة ملهاش تراكنج، يعني مش تليفون مثلا، مش حاجة ممكن نوعا ما تعرف تجيبها. الحاجات اللي زي كده لما بتضيع غالبا للأسف يعني ما بترجعش. ده ايه اللي ضايع منهم هنا؟ كاتسة، قطة ضايعة منهم. ده أول حاجة. في حاجة تانية لسه شايفينها، حد بيدور على القطة بتاعته، جه هنا البارك بالقطة والقطة تاهت منه معرفش ازاي، فبرضه نفس الكلام، حاطط رقم تليفون وبيدوروا عليها، يعني أتمنى إن هي ترجع له يعني. فحاجات زي كده بتضيع كتير جدا، الحاجات دي بنشوفها تقريبا كل مرة بننزل بارك، في حاجات بتضيع من الناس، سواء حاجات مادية بتاعتهم هم يعني، أو حيوانات، قطة أو كلب أو whatever. مكان كبير، اغلب الباركس بتبقى زي كده، سهل جدا ان انت يحصل لك فيها distraction، انك تبقى مش مركز او انك تكون بتفكر في حاجه او ماشي سرحان او كده، حاجات زي كده تضيع منك. فمش دايما حظك بيبقى حلو والحاجه بترجع لك، على حسب طبعا ايه هي الحاجه وعلى حسب مين اللي لقاها، هل هو اللي لقاها ده مش محتاجها او شخص امين كفايه ان هو يرجعها يعني، ولا ممكن يعني يطمع فيها وياخدها وانت بقى ربنا يعوض عليك يعني. خلي بالكم لو حد نازل يتمشى في بارك، وخصوصا لو مكان كبير زي كده وفي ناس كتير، ناس رايحه وناس جايه، يعني حاول وانت نازل سواء تتمشى او تعمل رياضه او whatever، ما تاخدش حاجات قيمه معاك. الحاجات دي خليها وانت خارج بقى، يعني رايح ريستوران، رايح كافيه، رايح مناسبه بقى البسها. لكن في البارك عامه الناس بتبقى لابسه حاجات كومفورتبل وحاجات كاجوال، يعني مش مكانها انك تلبس حاجه قيمه في البارك يعني. دي اول حاجه. والحاجه التانية ان هي ممكن بجد بسهوله تقع منك وانت مش واخد بالك، يعني مش شرط حد يسرقها منك، هو هنا ما حدش بيسرق حد، فموضوع السرقه ده قليل قوي بيحصل. اتسرقت قبل كده بس قليل، ولكن في النهايه الحاجه لو ضاعت منك غالبا هتكون غلطتك، 99% هتكون انت السبب، يعني انت سرحت او وقعتها او ايا كان. الافضل يعني ولو يعني لابس حاجه beautiful، لو لابس حاجه يعني ليها قيمتها، تتاكد انها مقفوله كويس عليك، تاكد انها يعني لابسها صح عشان ما تقعش منك وتضطر ان انت بقى يعني تحتاس انك تعرف ترجعها. والحاجات اللي زي كده للاسف ممكن ما تعرفش يعني ترجع، لان يعني خلاص يعني اللي لقاها واخدها. كنا ماشيين مره والسكارف بتاع جوزي وقع، والله ما فيش قد ايه يعني، احنا يعني لاحظنا بعدها يمكن ب5 دقايق، وكنا مشينا كده زي شارع، ورجعت تاني عشان ابص على السكارف، اتمحى مش موجود خالص. ففي حاجات يعني بتتاخد، وفي ناس بيبقى عندها ضمير بترجع الحاجه، بس يعني مش جارانتي يعني. فالافضل انك ما تضيعش حاجه بتاعتك، لانك مش دايما ضامن ان اللي لقاها هيكون امين كفايه ان هو هيرجعها لك تاني. بس كده. تشاو.